كتير مننا بيفكر إن مفتاح الإنتاجية هو وقت أكتر، لكن الحقيقة إن السر مش في الوقت، السر في التركيز. وفي الشرح ده هنكتشف سوا إزاي نقدر نبني المهارة المهمة دي خطوة بخطوة. فكروا فيها كده، كلنا عندنا نفس ال 24 ساعة في اليوم، صح؟ طيب ايه اللي بيفرق بين شخص والتاني؟ مش عدد الساعات اللي بنشتغلها، لا. الفارق الحقيقي هو جودة التركيز في الساعات دي. وده هو كل الموضوع. وهنا الموضوع بيكبر قوي. الحكاية مش بس إننا نخلص شوية شغل، لا، دي حكاية بتحدد مسار حياتنا كلها. يا إما بنبني عالمنا الخاص، مشروعنا، حلمنا، بتركيزنا، أو للأسف بنلاقي نفسنا بنقضي عمرنا كله بنساعد غيرنا يبني أحلام هو. طيب، جاهزين؟ دي خريطة الطريق بتاعتنا. هنتكلم عن التحكم في الرؤية، تقوية العقل، إتقان دورة الطاقة، سؤال عنق الزجاجة، وبناء العادة. وفي الآخر هنشوف ليه التركيز ده مهارة أي حد يقدر يكتسبها. يلا بينا نبدأ بأول ركن، التحكم في الرؤية. شوفوا، الموضوع بيبدأ من بره لجوه. مستحيل العقل يركز لو العين شايفة حواليها فوضى. البيئة اللي حوالينا هي اللي بتبعت إشارة للمخ، يا إما يلا نركز، أو خليك منتبه لكل حاجة حواليك. دول بقى بنسميهم لصوص الانتباه. كل واحد فيهم لوحده ممكن يبان حاجة تافهة، لكن مع بعض بيسحبوا كل طاقتنا العقلية. كل إشعار بيوصلنا ده كأنه صوت صغير بيقول للمخ: سيب اللي في إيدك وبص هنا، في حاجة أهم. وكل مرة بنبص بنكسر سلسلة التركيز وبنرجع نبدأ من الصفر. طب والحل؟ الحل بسيط جدا ومباشر. قبل ما نطلب من مخنا إنه يركز، لازم نجهز له المسرح. لازم ننظف البيئة اللي حوالينا، سواء كانت ديجيتال أو مادية. لما بنعمل كده إحنا حرفياً بنفتح الباب للمخ عشان يدخل في حالة التركيز العميق دي. تمام، كده ظبطنا البيئة الخارجية. دلوقتي ندخل على اللي جوه. الركن الثاني هو تقوية العقل. التركيز مش مجرد قرار بناخده، لا، هو أشبه بعضلة. عضلة ذهنية محتاجة تمرين عشان تقوى. وهنا لازم نتكلم عن حاجة مهمة قوي اسمها الذاكرة العاملة. تخيلوها إنها زي مكتب الشغل اللي في دماغنا. كل ما المكتب ده كان أكبر ومنظم أكتر، كل ما قدرنا نتعامل مع أفكار ومشاكل معقدة من غير ما نتشتت بسهولة. طيب إزاي نمرن العضلة دي؟ أحسن تمرين هو التأمل. وقبل ما حد يقول صعب، الموضوع أبسط مما نتخيل. ممكن نبدأ بدقيقة واحدة بس، دقيقة. الهدف مش إننا نمنع عقلنا من التفكير، ده مستحيل. الهدف إننا كل ما نلاقي عقلنا سرح نلاحظ ده ونرجعه تاني بهدوء، مرة ورا مرة. الاستمرارية أهم بكتير من الوقت. خلصنا البيئة والعقل، نروح للركن الثالث، إتقان دورة الطاقة. مش كل ساعات اليوم زي بعض، صح؟ لما بنحاول نركز بعمق في وقت طاقتنا الذهنية فيه قليلة، ده بيبقى عامل زي اللي بيعوم ضد التيار، مجهود خرافي والنتيجة شبه مفيش. كل واحد فينا عنده ساعة بيولوجية داخلية، أو اللي بيسموه الكرونوتايب. فيه اللي بيبقى في قمة تركيزه الصبح بدري، وفيه اللي بيبقى كائن ليلي. المهم مش مين صح ومين غلط، المهم إن كل واحد يعرف وقت الذروة بتاعه ويحميه. الوقت ده لازم يكون مقدس ومخصص لأهم وأصعب شغل. وللأسف ده أكتر غلط بنقع فيه كلنا. أغلى ساعات تركيز عندنا بنضيرها في حاجات تافهة زي الإيميلات والمكالمات. ونيجي بقى وقت الشغل اللي محتاج تركيز بجد، نلاقي بطارية طاقتنا خلاص فضيت، وبعدين بنستغرب إحنا ليه مش بنتقدم. وده يوصلنا بالظبط للركن الرابع، سؤال عنق الزجاجة. يعني حتى لو طاقتنا في السماء، لازم نوجهها صح. الفكرة مش إننا نشتغل أكتر، لا، الفكرة إننا نشتغل على الحاجة الصح. بدل ما نوزع مجهودنا في كل حتة، نحدد نقطة واحدة بس هي اللي هتفرق ونركز عليها. تخيلوا بس لو كل يوم بدأ بسؤالين اتنين. أولاً، إيه أكبر عقبة واقفة في طريقي دلوقتي؟ وثانياً، إيه هي الخطوة الواحدة اللي أقدر أعملها النهاردة عشان أحل العقبة دي؟ التفكير بيتغير تماماً، من يا ترى أعمل إيه ليه إيه أهم حاجة لازم أعملها. ده الفرق بين إن الواحد يكون مشغول وإن الواحد يكون فعال. ونيجي بقى للركن الخامس والأخير، وده اللي بيربط كل اللي فات ببعضه، بناء عادة التركيز. الهدف هنا إننا نحول التركيز من حاجة بنجبر نفسنا عليها لعادة بتحصل لوحدها تلقائياً. أداة بسيطة جداً لكن مفعولها سحري، التايمر. نبدأ بفترات قصيرة نقدر عليها، ممكن 30 دقيقة بس بتركيز كامل، وبعدها نزودها ل60 وبعدين 90. الفكرة إن خلال الفترة دي مفيش موبايل، مفيش إشعارات، مفيش أي حاجة، بس المهمة اللي في إيدينا. طيب ولما التايمر يخلص ناخد بريك. بس خلوا بالكم، مش كل أنواع البريك زي بعضها. في استراحات بيسموها استراحات الدوبامين،
زي لما نمسك الموبايل ونفتح السوشيال ميديا. دي بتدينا دفعة سعادة سريعة ورخيصة، بس بتخلي الرجوع للشغل أصعب بكتير. ليه؟ لأن المخ بيتعود على المكافأة السهلة دي، على عكس الاستراحات الذكية زي إننا نتمشى شوية أو نشرب مية. دي بتهدي المخ وبتشحن طاقتنا وده كله بيوصلنا لنقطة أخيرة جمع الكل ده: التركيز مهارة. دي أهم حاجة لازم نطلع بيها. التركيز مش موهبة بنتولد بيها، لأ، هو مهارة، وزي أي مهارة أي حد فينا يقدر يتعلمها ويطورها مع الممارسة الصح. فإيه هي بقى مجموعة الأدوات بتاعتنا؟ ننظف بيئتنا، ندرب عقلنا بالتأمل، نشتغل مع دورة طاقتنا مش ضدها، نسأل نفسنا سؤال عنق الزجاجة كل يوم، ونستخدم التايمر عشان نبني العادة. كلهم بيكملوا بعض. وفي نقطة أخيرة مهمة جدا: الحماس لوحده مش بيكمل، الحماس بيختفي لما منشوفش نتيجة. اللي بيخلينا نكمل هو لما منشوف بعينينا إننا بنتقدم. عشان كده لازم نتطبع العادات دي، نتطبع دقايق التركيز كل يوم. ده اللي بيحول النية لواقع. وهنا نسيبكم مع السؤال ده للتفكير. التقدم مش بس بيتقاس باللي خلصناه، لأ، بيتقاس باللي ركزنا عليه. طيب هل إحنا بنقيس ده؟ أغلبنا بيقيس عدد المهام اللي شطب عليها من القايمة، لكن يمكن المقياس الأهم هو كم دقيقة أو كم ساعة قضيناها فعلا في حالة تركيز عميق ومثمر.